بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. وطبعا أنا أقول وجهة نظري وأمري وأمركم إلى الله. أنا من وجهة نظري بشجع منتخب جنوب أفريقيا من بعد ما منتخب مصر خرج من بطولة أفريقيا. لا أشجع إلا منتخب جنوب أفريقيا. ليه؟ لأن منتخب جنوب أفريقيا هو المنتخب الوحيد والدولة الوحيدة اللي وقفت مع دولة فلسطين ومع أهالينا في غزة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب الغاشم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. فما فيش دولة على مستوى العالم، ولا مصر ولا ولا السعودية ولا أي دولة عربية ولا أي دولة أفريقية ولا أي دولة آسيوية ولا أي دولة ولا المغرب ولا الجزائر ولا اليمن على الأقل واقفة بمضيق باب المندب وغلقة للسفن اللي بتعدي إلى الكيان الصهيوني. برضو دليل موقف محترم، ولكن موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بيخليني أأيد جنوب أفريقيا في أي حاجة. وطبعا احنا ما بنتفرجش غير كرة قدم، فبنأيد جنوب أفريقيا، وإن شاء الله نتمنى البطولة دي بطولة جنوب أفريقيا إن شاء الله. جنوب أفريقيا تصعد إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية إلى الكان 2023 اللي بتقام في كوت ديفوار. والحمد لله الحمد لله الحمد لله فازوا بضربات الجزاء على منتخب كاب فيردي منتخب محترم بصراحة. فريق بيلعب كورة ممتعة، كورة للكورة ومجهود جبار وضغط 24 ساعة، يعني ضغط على مدار المباراة كلها. جنوب أفريقيا قدرت إنها تعدي العقبة الرهيبة دي، وعنق زجاجة جبار. وحرام إنه في جنوب أفريقيا بعد ده كله ما تصعدش للنهائي وتاخد البطولة. بإذن الله تاخد البطولة، حتى لو حتفوز على كوت ديفوار نفسها. طبعا هي هتلاعب نيجيريا دلوقتي، صعدوا للمربع الذهبي. جنوب أفريقيا هيلاعب نيجيريا، ونيجيريا أقوى فرقة المفروض في الأربع فرق. وكوت ديفوار هتلاعب الكونغو الديمقراطية، وبرضه الكونغو الديمقراطية مش هينة يعني. فتحية ويليامز ابن النادي الأهلي اللي أهدى النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا. هتقول لي إزاي يا عم وائل بيهدي دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي؟ لأنه صد ضربة الجزاء بتاعت أطهر الطاهر. وهل هو كان قاصد إنه يهدي للأهلي بطولة أفريقيا؟ طبعا لا. فهو الزملكاويه بيقولوا كده هنمشيها ونعديها، لأنه هو صد ضربة جزاء برضه لمحمد هاني. هو حريف في ضربات الجزاء وحريف في غير ضربات الجزاء، يعني حتى في المباراة في 90 دقيقة ولا 120 دقيقة صدته بتاع 4 كور انفرادات، وصادت كورة في السقف خبطت في العارضة وطلعت. وبرضه لو ما كانش صدها كانت دخلت من الراس الأخضر. فالراس الأخضر لعبت مباراة عمرها، ولكن ويليامز تصدى لكل محاولات الراس الأخضر ولاعيبة الراس الأخضر، وصد 4 ضربات جزاء من 5. أنا ما شفتهاش قبل كده. أنا ما شفتش حارس مرمى بيصد 4 من 5 اللي في ركلات الجزاء الترجيحية. الركلات الترجيحية دي يعني الواحد لو بيصد 1 ولا 2 كنا في عصام الحضري بنحتفل بيه، فما بالك بواحد بيصد 4 ضربات جزاء؟ ده أي فرقة هتجي قدامه هتلعب ضربات جزاء بعد الأشواط الإضافية هتفوز، لأنه بيتوقع كويس وبيتوقع وبيترمي في الزاوية السليمة. حتى الكرة اللي دخلت فيه الوحيدة اللي دخلوا من ال5 كان هيصدها برضه، ولكن عشان قوية وعالية عليه شوي. فهي نعم، ويليام لاعب محترم، حارس مرمى محترم، حارس مرمى سان داونز ومنتخب جنوب أفريقيا. يصعد بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية. وألف مليون مبروك لجنوب أفريقيا ودولة جنوب أفريقيا كلها برئيسها بموسيماني بيرسيتاو طبعا لعب مباراة حلوة خالص، بس اتغير في الشوط الثاني لأنه تعب بدنيا بصراحة، مستواه نزل بدنيا، مع إنه في الشوط الأول ما كانش ظاهر برضه. هو جنوب أفريقيا كلها ما كانش ظاهرة في الشوط الأول. في الشوط الثاني لعبوا شوية، وفي الشوط الثالث بقى اللي هو الأول الإضافي لا لعبوا كويس. منتخب جنوب أفريقيا برضه منتخب مش سهل، واللي بيصعد للمربع الذهبي أكيد حتى يعني لو كان ضعيف في المجموعات ولا في الدور الثمانية، لا بعد كده في دور ال16 وفي دور الثمانية بعد كده بيتحسن مستواه.
ولنا في منتخب مصر القدوة في الموضوع ده. منتخب مصر كان بيبدأ البطولة ضعيف جدا، بعد كده ضعيف، بعد كده جيد، بعد كده جيد جدا، بيوصل للنهائي بيبقى ممتاز، خلاص ما تدورش ورانا. وكنا بناخد البطولات بالطريقة دي. عمرنا ما بدأنا بطولة بمستوى عالي إلا في 2008، البطولة الوحيدة اللي بدأناها بمستوى عالي من أول مباراة لآخر مباراة. مبروك لجنوب افريقيا، الف مليون مبروك لجنوب افريقيا ولابننا بيرسي تاو. وطبعا احنا قلنا في الفيديو اللي فات هارد لك لاليو ديانج، خروجه من دور الثمانية وما صعدوش مربع ذهبي للاسف. كان نفسنا الاثنين يصعدوا، ابناء النادي الاهلي بيرسي تاو واليو ديانج مع منتخب مالي، ولكن صعد منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مالي، بعد ما كانت مالي قاب قوسين أو أدنى من خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي. لغاية الدقيقة 89 كانوا فايزين 1-0، ولكن كوت ديفوار ساحل العاج ب10 لاعبين واستطاعوا أنهم يحرزوا هدف التعادل في الدقيقة 91، ثم في الدقيقة 120 يخطفوا بطاقة التأهل بالهدف الثاني ويفوزون على منتخب مالي العريق. طبعا منتخب مالي ده في اليو ديانج، ومالي من الدول اللي فيها نسبة مسلمين أكثر نسبة مسلمين يمكن في أفريقيا كلها، 95% 96% مسلمين منهم، فما شاء الله يعني. ومع ذلك منتخب كوت ديفوار بيفوز عليهم 2-1 في الأوقات الإضافية، ولكن دون اللجوء إلى ركلات الحظ الترجيحية. أما منتخب جنوب أفريقيا فوصل إلى ركلات الحظ الترجيحية ورجح كفة جنوب أفريقيا الحارس المتميز جدا 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 ويليامز، طبعا تكلمنا عنه، وصد 4 ركلات جزاء ترجيحية من 5. وفازوا كام؟ فازوا 2-1، لأنه في 2 ضيعوا من جنوب أفريقيا برضو، يعني حارس مرمى الرأس الأخضر برضو صد كورتين، صد 2 من ال4، ولكن انتهت المباراة 2-1 بدون أن يسدد الضربة ال5 جنوب أفريقيا، لأن خلاص كانت الرأس الأخضر كاب فيردي كانت هي اللي بتشوط ضربات الجزاء الأول، فخلاص الضربة اللي فاضلة ملاش لازمة، لأنه 2-1 زي 3-1، فمش هتفرق، كده كده صاعدين وفازوا وصعدوا. سيلاقي جنوب أفريقيا سيتقابل في نصف النهائي في المربع الذهبي مع منتخب نيجيريا. طبعا مباراة ضرب نار، مباراة شديدة 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 وقوية جدا. والمباراة المربع الذهبي في المباراة الثانية سوف يلتقي منتخب أصحاب الدار، أصحاب الأرض، أصحاب البلد، أصحاب الأرض والجمهور، كوت ديفوار سوف يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية. طبعا منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب عريق، وفازوا علينا في 74 في 1974 في كأس الأمم الأفريقية برضو، بس كانت اسمها زائير، كينشاسا زائير، هي الكونغو الديمقراطية دلوقتي حاليا اسمها الكونغو الديمقراطية. طبعا الأسامي كلها كثيرة تغيرت طبعا بعوامل سياسية. المهم المربع الذهبي هيلتقي الكونغو الديمقراطية مع كوت ديفوار، والفائز من الاثنين دول هيتقابل مع الفائز من جنوب أفريقيا ونيجيريا، ونتمناها جنوب أفريقيا. ده بطولة الأمم الأفريقية. طيب نتكلم على منتخبنا احنا بقى، والكلام اللي داير اليومين اللي فاتوا دول، إقالة روي فيتوريا. طبعا إقالة روي فيتوريا يعني عايز فلوسه، يعني عايز 600,000 دولار، يعني ما يقارب على 600,000 في 30. اعتبر 30 دي بسعر السوق، بسعر الدولار ب30 جنيه في البنوك، مش في السوق السوداء. فلما تضرب 30 في 600، 3 في 6 ب18، يعني 1,800,000 18 مليون جنيه مصري، 18 مليون جنيه مصري، لأن 200,000 في 3، 200,000 في 3 ب6 مليون، 6 مليون ده لو شهر، وهو ليه 3 شهور شرط جزائي، يعني 6 مليون و6 مليون و6 مليون يعني 18 مليون.
18 مليون جنيه مين هيدفعهم؟ حازم امام هيدفعهم؟ طبعا لا. جمال علام هيدفعهم؟ طبعا لا. وزير الشباب والرياضه هيدفعهم؟ طبعا لا. مين هيدفعهم؟ الله اعلم. في مصر لا تسال، في الكره المصريه لا تسال مين اللي بيدفع. ولذلك انت لما تبص النهارده نادي الزمالك عامل صفقات بكام؟ عامل له بتاع 12 13 صفقه. المقدمات دي كلها عقود. مين اللي بيدفعها؟ هل الزمالك معاه ده كله ملايين؟ الله اعلم. مين اللي بيديله؟ مين اللي بيدفع له؟ الغرامات اللي كانت عليه في الفيفا وفكوا القيد مين اللي اداله؟ الله اعلم. ممدوح عباس يمكن، ويمكن مستشفى الناس، الله اعلم. ما مستشفى الناس برضه بياخدوا التبرعات بتاعتها وبيودوها لنادي الزمالك، يبقى مستشفى الناس للزمالك، هي اسمها كده، مستشفى الناس للزمالك، يبقى كله بينصب تحت في عب مين؟ في عب نادي الزمالك. ولك الله يا زمالك، الزمالك قادم، وما بني على باطل فهو باطل. عمره ما هيفلح النادي ده، عمره ما هيفلح. ولو فلح هيفلح في بطولة يتيمة ملاش لازمة، زي ما خد كونفدرالية في سنة من السنين، طبعا أي كلام. ومرة خدوا لهم كاس سوبر أفريقي بالحظ وبالصدفة كده، هو مباراة واحدة بيعرف يخطف ويجري. لكن عشان تقول لي ياخد بطولات بصورة متوالية، لا طبعا، لا طبعا، أكيد لا. لأنه إن الله لا يفسد عمل المصلحين، لا يصلح عمل المفسدين، استغفر الله العظيم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فدول مفسدين، الناس دي ناس مفسدين. مين هم؟ الله أعلم. جمال علام رجل طيب وغلبان، بس ودوه وهو حب يظهر وحب الظهور والشهرة، ضيعوا. هنا بريدة جابوا كده بعد ما أقيل هنا بريدة والصحافة قامت عليه في 2019، مسكوا رئيس اتحاد كورة، ودلوقتي برضه رشحوه رئيس اتحاد كورة، وبقى ماسك رئيس اتحاد كورة مع إنه راجل غلبان. بيقولوا الله أعلم، الله أعلم. ما تعرفش حازم إمام إيه؟ ما يعرفش حاجة في الإدارة. يدير كرة القدم إزاي؟ الناس دي تدير كرة القدم إزاي؟ بركات مالوش دعوة بالإدارة. وعشان كده حتى الراجل اللي ممكن يكون بيفهم في الإدارة شوية، خالد الدرندلي، من اللي اتعلموا في النادي الأهلي، ضيعوه وركنوه على الرف، ركنوه على الرف لدرجة إن صلاح منعوا من دخول الفندق في كوت ديفوار في البطولة الأخيرة بتاعت اللي طلعنا منها، عشان خاطر النفوس ضعيفة، النفوس مش مرتاحة، النفوس ضعيفة. الروح فين؟ روح النادي الأهلي مفيش. عشان كده هارد لك لمنتخب مصر. وهي كده كده في مصر مفيش كورة غير في الأهلي، مفيش كورة في مصر غير في النادي الأهلي. كلمة واحدة، مفيش كورة في مصر غير في النادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع رغم أنف الجميع، الأهلي فوق الجميع رغم أنف الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.